لما نتكلم عن إمام زماننا أو نعتقد بإمام زماننا فإننا نتكلم ونعتقد بمجموعة سنن إلهية لا تبديل لها ولا تحويل. إمامنا المهدي يمثل مجموعة من هذه السنن الإلهية، ولهذا ما عندنا خيار آخر إلا أن نعتقد به وبوجوده، وإلا يكون عندنا مشكلة مع مجموعة سنن إلهية. هسه تقول لي هذا حكي هذا دليلك عليه شنو؟ يعني كيف المهدي يمثل مجموعة سنن إلهية والاعتقاد به يعني اعتقاد بهذه السنن، وعدم الاعتقاد يعني ضرب هذه السنن. مثال على ذلك، جيب لنا مثال على ذلك حتى الحكي يصير واضح واكو عليه دليل. اجيب مثال على ذلك. الله تعالى في كتابه الكريم يقول ان الناس والارض ما يخلون من وجود هادي يهديهم الى سواء السبيل، ما يخلون. شنو الدليل على ذلك؟ على سبيل المثال الآية المعروفة والمحفوظة عندكم اللي تقول تخاطب النبي إنما أنت منذر لرسول الله، إنما أنت شنو؟ منذر، ولكل قوم هاد. يا إخوان إحنا عرب والقرآن نزل بلغة العرب، يعني ذول اللي يفسرون قرآن لو يفتخرون علينا بحفظ القرآن، إذا مثل هاي الآية ما يفهموها شنو يفهمون بالضبط؟ يعني أوضح وأصرح وأبين من هذه الآية شنو؟ يقولون توضيح الواضحات من أشكال المشكلات. العرب يقولون